إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح النادي الأهلي والنهارده نادي الزمالك، ايه اللي بيحصل للأندية الكبيرة؟ أقول لكم ايه اللي بيحصل بدون زعل. أول هام، الأندية الكبيرة بتجيب المدرب اللي على مزاجها وعلى دماغها ويمشي معاها ويتماشى معاها عشان يجيبوا اللعيبة اللي احنا شفناهم المحترفين دول. تاني هام، بيحطوا ويصدروا كل حاجة للجماهير الغلبانة، سواء جماهير الأهلي أو جماهير الزمالك، ويفرضوا عليهم الأمر الواقع. طب ليه ما بنجيبش مدرب محترم زي مثلا اتحاد جدة ما جايب المدرب المحترم اللي كان شغال في الدوري الأسباني؟ هاتوا مدربين زي المدربين دول، عشان انت مش أقل من الفرق دي، بل بالعكس، ان الفرق دي المدربين دولت في السعودية أو في الإمارات أو في أي دولة بياخدوا أقل من اللي بياخدوا الأهلي والزمالك. يعني امبارح كولر والنهارده فيريرا. طيب عايزين ترتقوا بالكوره ازاي؟ ما هو انتوا وتطلعوا بقى النغمه، يعني النهارده جماهير الزمالك بتشتم، بتقول لك لعيبه مش عارف ايه وايه وايه وايه. طب وسايبين المدرب ليه؟ اتكلم بصراحه، هو المدرب بقى مصر بقى بيقبض عشان ان انتوا ما تجيش ناحيته؟ يعني انتوا ما تجيش ناحيه المدرب تشتموا اللعيبه؟ طب اللعيبه تعمل ايه؟ اللعيبه مالها؟ يعني هو مين اللي بيعمل التشكيل ومين اللي بيغير؟ مش المدير الفني؟ ما بتشتموش ليه؟ احنا نتكلم شويه صراحه، يعني عشان ايه؟ ما حدش يطلع ويفتي ويقول لك اللعيبه سواء لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك، لا، المدربين قليلين وبيجوا على هوا مجالس الادارات عشان يجيبوا ده، يمشوا ده، يعملوا مصلحه في ده، يعملوا سبوبه في ده، فالامور كلها تبقى زي الفل وتحت السيطره. انما هم عارفين لو جابوا مدرب له سي في قوي، مدرب له اسم، هو اللي هيفرض يجيب اللعيبه، هو اللي هيفرض ان مين اللي يقعد ومين اللي يمشي، هو اللي هيفرض على مجلس الاداره اني انا الكلمه كلمتي. وده مش ممكن بالنسبه لاداره الاهلي واداره الزمالك. هم اللي يجيبوا وهم اللي يمشوا وهم اللي يقعدوا وهم اللي يدفعوا. يعني لو انت جبت صفقات الاهلي وصفقات الزمالك ومدربين الاهلي ومدربين الزمالك، اقسم بالله اقسم بالله لا يصلحوا ان هم يلعبوا الدوري درجه ثالثه، سواء مدربين او لعيبه. النهارده مثلا نادي الزمالك في الملخص اللي جه، مش هقول لك بقى طول المباراه، الملخص اللي جه الخطوره كلها الانبي. امبارح في نغمه والبانه في كل بق جماهير الاهلي يقول لك ايه؟ اصل احنا عايزين فيرود. ما هو يا جدعان ما فيش فيرود في افريقيا كويس، والكويس مش هيجي لك مصر، مش هيجي لك الاهلي، بس هي شماعه. اصل احنا عايزين فيرود، اصل يعني هو ناقصنا فيرود. لا لا، اصل شريف وقفشه ما يلعبوش. طب وطاهر والقندوسي اللي انتوا جايبينه ده كدنسه، ها، والتاني اللي اسمه مروان عطيه. مروان عطيه كان لازم يلعب امبارح، يقفل نص الملعب بثلاثه فنترات، وقلنا الكلام ده. ما تفتحش قدام فرقه محترمه، فرقه كوره كبيره بالشكل اللي انت كنت عامله ده. لا القندوزي ولا طاهر هيساعدوا الناس، لا هيساعدوا لا حمدي فتحي ولا ديانج. كنت انت نزلت واحد زي السوليه ولا مروان يقفل لك الحته دي مع ديانج، وكان بقى احسن، وما كانش هتبقى مفتوح الفتحه دي. نتكلم الكلام ده يقول لك لا اللعيبه، اصل اللعيبه لازم تمشي. انت عندك احسن من اللعيبه بتوع النادي الاهلي، في 13 14 لعيب يمشوا، بس اللي هيمشوا دول هات لي واحد احسن منهم. اللي جم مش احسن من الموجودين، بس انت عندك نغمه ان لا اصل دول تشطبوا، لا اصل انتوا عندكم الغربال الجديد له شده، فانتوا لازم تمشوا الامور. انما بصراحه عندنا لعيبه، والله العظيم عندنا لعيبه، بس ما عندناش مدربين. وانتوا بقى اللي بانا لا اصل اللعيبه، اصل منتخب الشباب ما تجيبوا المدرب الكويس لمنتخب الشباب هيكسر الدنيا. انتوا رايحين تجيبوا مدرب على باب الله. ما تجيبوا للمنتخب الاولمبي مدرب يكسر الدنيا، لا رايحين برضو واحد على باب الله. حتى المنتخب الاول، حتى فيريرا، حتى كولر وكده، ونطلع العيب في اللعيبه. لا اللعيبه ما عندهاش ذنب. ما اللعيبه دي اللي كانت شايله الاهلي الثلاث سنين اللي فاتوا، ما اللعيبه دي اللي كانت شايله الراجل لغايه دلوقتي وخلاه متصدر. بس ما قالتلوش لاعب الكندوسي ولاعب طاهر محمد طاهر وافتح الملعب بالشكل ده. النهارده فريرا بيخرف في التشكيل، احنا عمالين نقول لك دونجا وعمالين نقول لك فلان وعلان. انت مش شايف دي حاجه بتاعتك بقى؟ دي حاجه بتاعتك لانك انت فعلا كتر خيرك على كده. انت طالع معاش بقالك 10 سنين، واخد بالك؟ والتاني جاي كل ما يخش فيه جون شعره يقف، كل ما يخش فيه جون شعره يقف، ويقوم جاي عامل كده. يا عم احنا جايبين كابتن شاكر عبد الفتاح، في ايه ولا كابتن شاذلي الله يرحمه، هم بس اللي كانوا عندهم شعرهم خفيف، الشعر كان بيقف من الخط. ده كل جون يخش فيه. وعامل تصريح النهارده، تصريح اقسم بجلاله الله لو انا من لعيبه النادي الاهلي لازم اعمل عليه انقلاب. يقول لك ان اللعيبه وهزيمه مذله، هزيمه مذله واللعيبه نصها ما يلعبش. امال انت حضرتك بقى لما
الزمالك مش هما اللي جابوا لك كاس السوبر؟ ولا انت كل ما تخسر تطلع تقوم جاي ملوش في اي حد عشان ما تجيبش لعيب عليك؟ انت مدرب قليل فنيا، انت بقالك سنتين ونص كنت قاعد في البيت. منه لله اللي جابك النادي الاهلي، والنادي الاهلي كمجلس اداره مسؤول عليه، ومجلس اداره الزمالك مسؤول على فريده بعد الاخفاق اللي بيعمله من اول السنه. لو مجلس الاداره بتاع الزمالك خد قرار من بعد الماتش اللي هو السوبر السعودي ومشى الراجل ده، ما كانش الزمالك وصل للحل ده. ولكن الاداره خايفه تمشي عشان الجماهير، والجماهير اهو زي النهارده بتشتم اللعيبه وسايباه ما بيشتموش. هو عبطكوا ولا ايه؟ هو اداكوا ولا ايه؟ هو بقى له يعني هو عرف الطبع المصري، فعشان كده انتوا عشان كده بترفعوا له صوره في المدرج. على ايه؟ على ايه؟ ده خسران من الاهلي في شهر مرتين، مره 2-0 ومره 3-0. ده انت لو جمهور عندك حميه، انا ما بتكلمش على الجمهور اللي قاعد في البيت اللي هو بيتحرق دمه زينا او ان هو بيتعب زينا، لا انا بتكلم على اللي بيروح الاستاد. الراجل ما خسرك ماتشين اهلي، سيبك بقى من اي حاجه بقى، ولا محله ولا اسوان ولا سيبك من كل الكلام ده. ماتشين اهلي في شهر، واحد بطوله والتاني بطوله دوري، يعني واحد بطوله السوبر واحد بطوله الدوري. ورغم كده الجماهير بترفع له الصور بتاعته. قفشته؟ قبضته عشان تعملوا الكلام ده؟ طب مجلس الاداره مش موجود، كنتوا بتعملوها عند في مجلس الاداره برئيس مجلس اداره النادي. الراجل مش موجود. طب النهارده في اخفاق، قبل كده كان في اخفاق. فين انتوا يا جماهير الزمالك؟ لو انتوا بتحبوا النادي، انتوا ما بتحبوش الناس اللي هي بتروح. انا بتكلم على القله اللي بتروح الاستاد. انا في ناس بتموت، انا قلت لكم قبل كده في 3-4 زملكاويه على راسهم الحاج مصطفى ورمزي وبيكلموني اقسم بالله يعني الحق ده احنا في المستشفى الضغط عالي، الحق ده احنا حاطين لنا جلوكوز، الحق احنا دخلنا خلاص هنخش العنايه المركزه. انما الناس اللي بتروح الاستاد ده وترفع الصور بتاعت الراجل ده، دي ناس مستفاده، دي ناس بتقبض من الاهلي ومش خايفه على نادي الزمالك. انتوا خايفين على نادي الزمالك. الراجل ده من بعد الماتش الاولاني بتاع السوبر او السوبر اللي هو السعودي كان لازم يمشي. على العموم احنا عندنا حلقات كتيره هتيجي عشان نبين مجالس الادارات على اي اساس بتختاروا اللعيبه وبتختاروا المدربين. نادي الاهلي نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير، مصر كمنتخب مصر منتخب كبير. لما تجيبوا مدربين بالشكل ده يبقى منكم لله، يبقى منكم لله. احنا امبارح اتحرق دمنا ان فرقه صن داونز بتمسك النادي الاهلي غسيل ومكوى، تنفيض. الشوط الاولاني رأفوا بيكوا، الشوط الثاني قال لك نلعب على الهجمه المرتده. لما انت جبت الجون الثاني وحسوا الخطر جابوا الرابع والخامس. واخد بالك؟ احنا اللي نلعب الكوره دي واحنا اللي نعلمهم. فيجي واحد يقول لك ايه؟ خلي بالك، لا 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 موسوماني هو اللي عامل البذره دي. طب ما عملهاش ليه في النادي الاهلي؟ قعد 3 سنين في النادي الاهلي، ده احنا ما شفنالوش ماتش واحد بيلعب فيه كوره. قال لهم حطوا الكوره من رجل، ما شفناش الكلام ده. كان بيلعب ب3 دفندرات يا رجاله، عشان بس ما حدش يقعد يقول موسوماني وينفخ فيه والكلام ده. لا، انا بقول لك على مدير فني عنده 36 سنه وبياخد $50,000، مسك الاهلي وهيمسك اي فرقه في الزمالك، نفس اي فرقه هيلاعبها هيعمل فيهم اللي هو اتعمل في النادي الاهلي ده. ليه؟ لان مدرب عنده فكر، فرقته بتلعب كوره ازاي لما بتمسك كوره. ده الجون الخامس امبارح يا رجاله اقسم بالله يتدرس، يتحط كده بالنسبه لكل المدربين اللي في مصر وبره مصر. الكوره وان تاتش، لمسه انفراد، الراجل رقص وقام جاي حاططها. 3-4 لمسات من لمسه واحده، ده مش وليده صدفه، دي في تمارين بيتمرنوا عليها. اللي المفروض يعمل كده الاهلي، اللي المفروض كده يعمل الزمالك، اللي المفروض كده يعمل منتخب مصر. واخد بال حضرتك؟ احنا بنجيب مدربين وربنا ما يعرفوا حاجه عن كره القدم. واحد يقول لي اصل فريرة واخد دوري، يا جدع اقسم طب عامل ايه في افريقيا؟ مثلا احنا بنشطر على بعض هنا، احنا هنا اهلي والزمالك بنشطر على بعض. طيب مين الاولى اللي يلعب الكره دي؟ منتخب مصر والاهلي والزمالك ولا صن داونز؟ ده اخر حاجه اقولها لكم. انما احنا عندنا لعيبه، لكن فكر المدربين كله ضايع، كله حافظ، ولو مش حافظ يبقى مش فاهم، ولو مش فاهم يبقى ما عندوش فكره. اشوفكم في فيديو ان شاء الله. مبروك لانبي وكابتن تامر مصطفى، ويا رب كل الاستوديوهات تديله حقه. انا عن نفسي هديله حقه النهارده. السلام عليكم.